ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل خبز الحليب، الخبز الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا معايا. في بوله كده هنزل بربع كوبايه ميه دافيه، وبعد كده دول 300 ملي لبن. انا مش هاخدهم كلهم، حسب نوع الدقيق. انا خدت 200 بس، مع بياض البيضه، بياض بيضه مش البيضه كلها. معلقه كبيره خميره، معلقتين كبار سكر، وهنزل بربع كوبايه زبده او ربع كوبايه زيت الموجوده عندك. وبعد كده هقلب مع بعض. وهنزل دلوقتي بنص كيلو دقيق، يعني 4 كوبايات، وذرة ملح زي ما انتوا شايفين كده. وهعجنهم كويس، هقلبهم بالمعلقة الاول، بعد كده هعجن. اعجني كويس، بتاخدي حاجة كويسة. بعد ما خلصت خلاص، في اخر العجين كده هحط حوالي معلقة زيت، وهلم العجينة كده زي ما انتوا شايفينها بالزيت. بعد كده بسيبها تختمر زي ما انتوا شايفينها كده. انا سبتها ساعة. بعد كده ههبطها، وبعد كده هفردها شوية والفها. بعد كده هقطعها على 12 كورة براحتك، قطعيها الحجم اللي انت عايزاه. والعيش ده بتاكلي بيه اي حاجة تحشيه، تاكلي بيه، يعني لذيذ بصراحة. هفرد والم كده زي ما انتوا شايفين كده. هعملها كورة واحطهم عادي على صاج الفرن اللي انا هخبز فيه اصلا، وهضغط عليهم ضغطة بسيطة، ضغطة بسيطة خالص. والصاج ده يا اما صاج مدهون يا اما ورق الزبدة برضو هتدهنيه. وهسيبهم كده 5 دقايق. بعد كده بضغط عليهم تاني. بعد كده ده صفار بيضة، البيضة اللي احنا استخدمناها. خدنا البياض في العجين، وهناخد الصفار للوش مع معلقة لبن كبيرة. وهدهن دلوقتي. بعد كده شكلي براحتك، عايزة تشكلي شكلي. وبعد كده بعد النص ساعة برش حبة البركة وسمسم وبدخلهم الفرن. خلي عينك عليهم، ما بياخدش وقت خالص. وبالهنا والشفا.